اللي هتشوفه النهاردة في حلقة جامبل مستحيل تتخيله. تفاصيل مخفية وحاجات لو ركزت فيها هتقول ازاي الحاجات دي عدت كده، ازاي ما خدناش بالنا من كل التفاصيل دي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وخلينا نبدأ الفيديو. الحلقة بتبدأ جامبل وداروين قاعدين في مكان، وبعد كده بيتجهوا ناحية البيت، وبعد كده جامبل بيخبط على الباب وفجأة بتفتح له واحدة غريبة، وبعد كده بيتخضوا وبتقفل في وشهم الباب، وبعد كده جامبل بيخبط تاني واللي بيفتح المرة دي بيكون ريتشارد. وهنا لو وقفنا الصورة هتشوف ان ريتشارد موجود آثار مكياج على شفايفه أو على بقه، فده معناه ان هو كان نفس الست اللي فتحت لهم الباب. وأول ما شاف داروين وجامبل قفل الباب تاني عشان هو مش عايزهم يعرفوا ان هو ألوان. تمام. واكبر دليل هي اللقطة اللي جاية دي. في اللقطة دي جامبل وداروين بيراقبوا ريتشارد عشان يشوفوا ايه التصرفات الغريبة اللي بيعملها دي، وبعد كده بيشوفوه هو بيجيب مكياج وبيحط على بقه روج وبيلبس لبس بنات، وحرفيا بيكون هو نفس الست اللي فتحت لهم الباب في اول الحلقة. وبعد كده بيتجه ناحية الحديقة، وبعد كده مش عارف حد بياخده ورا الشجرة وبيحصل اللي بيحصل. الغريب في الموضوع ان انا عمري في حياتي ما شفت الحلقة دي. انا بيك فان لموضوع جامبل، انا بحب كرتون جامبل جدا، بس عمري في حياتي ما شفت الحلقة دي. وفي لقطة تانية كمان لداروين وهو حاطط مكياج، فالموضوع غريب جدا. انتوا ليه حاطين حاجات زي كده في كرتون اطفال؟ والموضوع يبان اغرب لما واحد يسأل مطور البرنامج يقول له هل جامبل الوان؟ فمطور البرنامج بيقول له ايوه جامبل الوان. وطبعا بنتأكد اكتر لما بنشوف الحلقات الغريبة، بس الحمد لله طبعا الحلقات دي محذوفة عندنا احنا كعرب، مش موجودة على كارتون نتورك بالعربية. الحاجات دي موجودة عند الأجانب بس، والحمد لله إنها مش موجودة عندنا. يعني زي ما انتوا شايفين لقطات غريبة جدا. يعني ايه؟ يعني مش كفاية ان هو سجق والتاني قطة، لا يعني سجق وقطة والاتنين ذكور. يعني حاجة انا مش فاهم هما ليه عايزين يوصلوا حاجة زي كده للأطفال. وبرضه في اللقطة دي بنشوف ان جامبل بيعمل حركات غريبة بمؤخرته، تمام، لتوبايس. بيفضل توبايس يحاول يتجنبه وهو برضه يصدرها له. فحرفيا انا مش فاهم يعني لقطات زي دي موجودة ليه في كرتون للأطفال؟ بجد يعني ليه؟ ده كرتون للأطفال، خلوه للأطفال. ونيجي بعد كده للحلقة الغريبة، وهي حلقة الشاحنة. لما البنت الايس كريم مش عارف اسمها ساسي ولا اسمها ايه دي، بتلاقي الكراسة دي، والكراسة دي هي فكرتها انك بتكتب فيها اي حاجة بتتحقق، وهنا بتخلي كل الناس حرفيا تتجوز بعضها. يعني حاجة غريبة جدا. والاغرب ان هي خلت داروين وجامبل اللي هما الاخوات اصلا يتجوزوا بعض. فحرفيا جامبل فيه لقطات ممنوعة، ومش المفروض ان احنا كعرب او كمسلمين او كعرب عامة ان احنا نتفرج على حاجات زي دي. واحسن حاجة في كرتون نتورك بالعربية ان هي بتحذف الحاجات دي من عندنا قبل ما بتنزل. وانا حابب بس اعرض لكم الحلقات دي عشان اوريكم ان كرتون جامبل مش ملاك زي ما انتم متخيلين، لا، في لقطات ولقطات بتدل على حاجات تانية طبعا عايزين نوصلها لنا بطريقة خبيثة. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، ومع السلامة.